سلام من الله عليكم متابعي قناة ماذا يحدث. بعد ولدين وحب دام لسنوات عديدة، وأخيرا قرر النجم الكتالوني من زواج لعشيقته التي تدعى أنتونيلا ريكوز، والذي يصادف 30 من الشهر الجاري. وأشارت أيضا العديد من الصحف حول قدوم لاعب كريستيانو رونالدو لحفل زفاف ميسي، والذي كثرت الإشاعات حول قدومه أم لا. ولكن الحقيقة أن رونالدو قد أعلن في وقت سابق أنه لن يحضر لهذه الحفلة الذي يصادف في نهاية الشهر الجاري، والسبب لأنه سيكون متواجد في روسيا مع منتخب بلاده لمشاركة في منافسات كأس القارات. والجدير بالذكر أن التنافس الرياضي بين ميسي ورونالدو يتوقف عند حدود الملاعب فقط، حيث أن العلاقة بين الأيقونتين الكرة القدم مبنية على أساس الاحترام المتبادل. أما المدعوين لحفل الزفاف فهم جميع اللاعبين والإداريين وحتى عمال غرف الملابس، فيما عدا مدربه السابق لويس إنريكي ومساعده كارلوس أنزوي، ولا أحد يعلم لحدود الساعة سبب رفض ميسي لدعوتهم. وأشارت أيضا صحيفة سبورت الرياضية بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر أن تكون حفلة زفافهما في مسقط رأسه أرجنتين. وفي حلقتنا اليوم إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى اللايك والاشتراك.